السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت المورق الجميل ده. بصوا شكله حلو ازاي، مستوي من فوق ومن تحت، وبصوا شكله جميل ازاي. هنعمله ان شاء الله مع بعض واقول لكم الطريقة بالتفصيل بكل تكاته. بس عايزه اقول لكم بقى اللي اول مره يشوفوا القناه يشترك ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا اسيبكم بقى مع المقادير وطريقه العمايل. مقاديرنا النهارده كيلو او اكتر زي ما انت عايزه. دقيق منخول، معلقتين كبار سكر، معلقه الا ربع كده ملح. هنحط كده كله على بعضه وهنقلبه. بسم الله. مقاديرها سهلة جدا وبسيطة، بس اهم حاجة طريقة العجن. بياخد شوية بس كده، تعجنيه لمدة ربع ساعة 10 دقايق يطلع معاكي احلى فطير. المية بقى لازم تكون ايه، مية دافية. بسم الله. نحط المية كده ايه بالتدريج. كل ما نحتاج مية ايه هنحط. المية مش سخنة ولا ساقعة، دافية بس. زي ما انتم شايفين كده معايا، هفضل اعجن فيها كده لغايه اما الدقيق ده كله يتشرب في قلب الميه اهي. بصوا افضل الم كده في العجينه واعجن فيها، يعني 10 دقايق، اقل حاجه 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه، لغايه اما تحصلي على عجينه ايه ناعمه جدا. هوريها لكم ان شاء الله. كده مش هحط ميه تاني، مش هحتاج ميه تاني. كل اللي هعمله افضل اعجن فيها بس. عجينها بقى اوريها لكم. كده العجينه اهي بعد ما عجنتها تقريبا 5 دقايق او 7 دقايق. حطيت نقطه زيت بس علشان ما تلزقش في الرخامه، وهكمل ايه عجن فيها ماشي لمده 5 دقايق تاني بالطريقه دي كده. بصوا طريقه معايا ازاي. كل ما تعجني العجينه كده تديها ايه عرق وما تقطعش منك وانت بتفرديها. هعجنها بقى كده 5 دقايق تاني وهسيبها تريح وهوريها لكم. انا كده عجنت العجينه وخلصتها اهي، ودهنت طبق زيت وحطيتها عشان ما تلزقش فيه. بصوا بقى اهم حاجه، انا لو مسكت حته عجينه كده بصوا هترجع تاني، عمري ما هعرف اشكلها ولا عمرها هتمط معايا وتتفرد معايا. بصوا هتتقطم مع ان ليها عرق. بصوا عرقها. لازم العجينه دي تريح اقل حاجه ساعه. انا بقى كده هغطيها اهي، هي اتعجنت كويس جدا، عجنتها اكتر من 10 دقايق. هغطيها بقى واسيبها ايه تريح ساعه ساعتين، وان شاء الله هنعملها مع بعض اهي. هغطيها بقى كده واسيبها بقى ايه ساعه ساعتين كده. بصوا كده يا حبايبي، انا العجينه سبتها ريحت ساعه تقريبا. هقسمها بقى ايه نصين كده اهي. دي ان شاء الله هتبقى ايه حجم الفطيره.
بصوا كيلو دقيق هيعمل 2 كبار اهو. يلا بقى نشوف هنبططه ازاي. انا معايا هنا سمنه بلدي، السمنه دي اللي انا كنت بصوا هسيحها وهسيح واحط عليها شويه زيت، يعني مثلا كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، وهسيحهم مع بعض ونشوف بقى هنعمل ايه. بصوا كده معايا انا سيحت السمنه على شويه الزيت اهو، هنقول بقى بسم الله وندهن كده الترابيزه بتاعتي سمنه من تحت اهو. احط شويه سمنه كده حلوين عشان ما تلزقش، واحط بقى على ايه، على الفطيره من فوق اهو، وابتدي بقى ايه افرد بسم الله. بصوا العجينه عشان مرتاحه تتفرد معانا بكل سهوله ازاي. اهم حاجه الحرف من بره ده نجيب على بره كده ونرق على قد ما نقدر اهو، من جوه على بره اهو كده. هنقعد نفرد لغايه اما نرقها خالص، مش من تحت كده اهي، تاخدي على بره. بصوا تحاولي على قد ما تقدري ترقيها خالص خالص كده. هفردها بقى كده. بصوا من غير اي تعب اهي، انت يا دوبك بس بتقعدي تسحبي في العجينه كده بس اهي بايديكي وتسحبي على بره اهي. افردها بقى كلها كده وان شاء الله ارجع لكم اوريها لكم. بصوا بقى يا حبايبي معايا انا كده ايه فردتها، مليت بيها الترابيزه كلها، وهبتدي بقى ايه اشد من الحروف. انا مدلدلاها خالص من عند الترابيزه اهو، يا رب تكون واضحه معاكم اهي. بقعد بقى ايه اشدها كده بالراحه خالص اهي، وبدخل ايدي بصوا كده بالراحه وبسحب. بصوا بدخل لها هوا كده، ده اللي بيخليها تورق اهو، وبسحب على بره كده نفس الطريقه دي كده اهو، وبسحب على بره، اشد على بره بس ايه بالراحه خالص اهي كده. هعملها بقى واوريها لكم. بصوا بقى كده معايا علشان انا كده بططتها خالص اهو، ونزلتها من جميع الجوانب. هي لو فيها مثلا قطع بسيط مش مشكله هيتدارى. بصوا علشان التصوير مني بصور لوحدي فالتصوير بجد ظالمها. بصوا انا منزلاها ازاي، الترابيزه اهي مقاس الترابيزه، بصوا منزلاها قد ايه ما شاء الله. بصوا وايه اهم حاجه الحروف دي تشديها، بصوا بتتشد خالص معانا بكل سهوله، مش مشكله لو فيها قطع ولا حاجه، كل ده بيتدارى اهي. شايفينها انا منزلاها كده من جميع الجوانب اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي، ورقيقه خالص. بصوا تحطوا ايدكم كده وتشدوا بالراحه على بره كده. يلا بقى نشوف هنلمها ازاي. هندهن الوش ده كله كده بالسمنه اهو، نحط سمنه كده وهندهن الوش ده كله كده بالسمنه ان شاء الله. بصوا الفقاقيع بتاعتها دي اللي بتخليها مورقه وجميله اهي. وهنلم بقى الحرف ده كده والحرف ده كده، هوريكم دلوقتي. انا كده اهو لميتها من الاربع جوانب. هدهن برضو سمنه تاني
هلم برضو ايه تاني كده، اطبقها كده واطبقها كده زي الظرف كده. اهم حاجه كل ما تيجي تطبقيها تحطي ايه رشه سمنه كده اهي. انا كده لميتها، هجيب بقى ايه لميتها كده اهو. هجيب بقى صينيه مدهونه سمنه وهحطها فيها وهسيبها تريح خالص ربع ساعه كده، وهفردها في الصينيه اهي. والتانية برضو اهي هنعملها بنفس الطريقه. بسم الله اهي. برضو بصوا كل ما العجين بيريح كل ما بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله ازاي اهي. بنفس الطريقه اللي عملتي بيها الفطيره معاكم هعمل برضو دي. تسحبي كده على بره لغايه ما تملي بيها الترابيزه، وتجيبي ايديكي كده من تحت تقعدي تشدي اهي تورقيها. دي اسمها توريق، بتورقيها كده اهي. بصوا اهو بنفس بقى الطريقه دي كده هملى بيها الترابيزه واعملها. انا كده الفطيره ارتاحت خالص اهي. هبططها بقى كده، بتبطط بمنتهى السهوله ازاي. افردها بقى كده ايه هملى بيها الصينيه كلها. طبعا الفرن والع على درجه حراره 200 او 220. انا عندي فرن كهرباء فال 220 بتبقى النار بتاعته كويسه يعني. بصوا مورقه وجميله، دليل ان هي مورقه. بصوا الهواء اللي فيها ده. عامله بيها بقى الصينيه كلها كده اهي. وهدخلها بقى ايه الفرن. وممكن ندهن الوش بالقشطه. انا عندي قشطه شايلها من على وش اللبن. ممكن بقى ندهن الوش كده بيها اهي. هدخلها الفرن بقى تستوي وهوريها لكم. بصوا كده معايا في الفرن اهي. بصوا ما شاء الله مرتفعه ازاي اهي. وشها بقى يحمر واوريها لكم. وبكده يا حبايبي وصفه النهارده تكون خلصت. عملت معاكم الفطير المشلتت بكل تكاته وتفاصيله. بصوا جميل ومورق ازاي وطري. بصوا بس اول ما بيخرج من الفرن لازم تغطيه 10 دقايق علشان ما ينشفش. جميل جدا. بصوا طري ازاي ومورق ازاي. بصوا الطبقات بتاعته رقيقه خالص ازاي اهو. حتى الحروف بتاعته عشان مفروض كويس. بصوا مورق وجميل ازاي.
بيتقدم بقى معاه عسل اسمر وقشطه وعسل ابيض، واهم حاجه بقى ايه الطبق ده، حته الجبنه القديمه دي. بصوا جميله ازاي، عامله زي الزبده اهي. تحفه. تاكليه بقى زي ما انت عايزه، اللي بيحب القشطه، اللي بيحب العسل الاسود، العسل الابيض، الجبنه القديمه، انت ومزاجك بقى. وبكده يا حبايبي وصفه النهارده بقى تكون خلصت معاكم. عجبتكم بقى لايك وشير، وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.